الدولي الإيطالي أو الفرنسي أو السعودي أو القطري أو غيره يستظهروا بأن هناك القضاء التونسي اللي هم مش يرجعوهم ليه قضاء غير مستقل. غاية هذه العصابة هو خوض معركتها الأخيرة ضد الدولة التونسية، ضد الثورة التونسية، ضد مطلب الشعب التونسي، في مساءلة الفاسدين، في محاسبة الفاسدين، في عقاب الفاسدين، في استرجاع أموالنا المنهوبة، وفي استجلاب الفارين. غايتهم أنه يفشلوا عملية تسريع عملية مساءلة الفاسدين. غايتهم أنه يجهضوا تحقيق هدف من أهداف الثورة، وأنه يجهضوا أولوية من أولويات الثورة اللي هي محاسبة كل الفاسدين. اليوم تأكدوا لو نجح الجماعة الواقفين وراء سامي الفهري في أنه يفرضوا على القضاء خيار، وأنا أعتقد أنهم لن ينجحوا في فرض على القضاء أي خيار، لأن القضاء التونسي اليوم قضاء معناها يتمتع بحد أدنى من الشجاعة وبحد أدنى من الاستقلالية اللي تخليه ما يخاف من حتى حد، وما يخاف من حتى أي تحركات، ويخاف من حتى معناها ضغط إعلامي، ويخاف كذا. واللي نقولوا كذلك أن القضاء التونسي لن يصمت طويلا أمام التهجمات وأمام التعديات وأمام الاعتداءات، وسيحرك معناها سيسائل كل من يعتديه. والحاجة الثالثة نقول لهم لن تنجحوا في تعطيل مسيرة الشعب التونسي من أجل التسريع في مساءلة الفاسدين، في مطاردة الفاسدين، في استجلاب الفاسدين ومحاكمتهم على تونس، في استرجاع الشعب التونسي كذا. هذه لن تزيدنا إلا قناعة بأننا على الطريق الصحيح، هذه لن تزيدنا إلا قناعة بأنه هذا هو الثنية الصحيحة، وهذا هو الطريق الصحيح، وهذا هو الخير الصحيح، وأن الفساد ومقاومة الفساد واستئصال الفاسدين من هذه الأرض واستبعادهم وعقابهم تبقى القانون في إطار الشرعية، مش بالتنكيل ومش بالتشفي ومش بالاتهام الباطل. لا على حق. لن نتراجع عن ذلك، وأن مسيرتنا ستتسرع أكثر، وأنا اليوم مقتنع أكثر مما كان وأكثر من ذي قبل بأنني فعلا بصدد التحقيق مع الناس اللي يعملوا معي في وزارة العدل بصدد التحقيق مكاسب كبيرة. ولازمكم تعرفوا أنكم وصلنا حيرنا رؤوس الأفعى وحست بالخطر وأصبحت تتنقل من بلد إلى بلد، فهذا يعني أننا حققنا الكثير، وأننا بصدد معناها الانتصار على هذه العصابات، وأن هذه المعركة اليوم معركة ما يسمى بقضية سامي الفهري هي جزء من معركتنا ضد الفساد وضد الفاسدين وضد محاولاتهم الأخيرة معناها لإفشال معناها مساعي القضاء التونسي لإغلاق ملف الفساد بعقاب ومحاسبة كل الفاسدين واسترجاع أمواله. لن نتخلى عن ذلك، لن نتردد مهما كانت التهديدات. نحن اليوم توصلنا تهديدات مباشرة وبواسطة معناها ليز اس ام اس عن طريق الهواتف